القصة ابتدت لما صلاح وفان دايك خدوا أحسن لعيبة في العام من رابطة اللاعبين المحترفين سنة 2020. ساعتها طلع برناندو سيلفا في الصحافة وقال إن لعيبة السيتي تم تجاهلهم بشكل غير عادل، وإن دي بروين عمل موسم استثنائي وكان هو اللي يستحق الجايزة دي، لكن هم ادوها لصلاح. سنة 2021 لما ليفربول قابل السيتي، محمد صلاح حب يثبت له إنه كان يستحق الجايزة دي. نيمه على الأرض، يعني هو نام على الأرض عشان يعرف يسحب الكورة. صلاح سحبها منه، وصلاح ما اكتفاش بكده، لأ دخل رقص الأول والتاني وراح جايبها جول. سنة 2022 لما ليفربول قابل السيتي، فرناندو سيلفا عمل الفاول ده لدرجة إنها ما اتحسبتش فاول، ويورجن كلوب اتطرد من كتر الاعتراض على الحكم. وبرناندو سيلفا قال في الصحافة بعدها إن هو الانتقام كان في ذهنه من الترقيصة بتاعت السنة اللي فاتت، وإن هو كان لازم ينتقم من محمد صلاح. سنة 2024 لما ليفربول قابل السيتي في الماتش الأخير ده، حسب ضربة جزاء لليفربول في الدقيقة 78. محمد صلاح خد الكرة وقعد ينطط بيها بشكل استفزازي جدا وسط اعتراضات لعيبة السيتي مع الحكم. عشان كده بعدها بدقيقتين في الدقيقة 80 أول احتكاك بين برناندو سيلفا ومحمد صلاح حصلت مشكلة تاني. يا ترى دي هتبقى آخر مشكلة ولا محمد صلاح مكمل مع ليفربول وهنشوف احتكاكات تانية؟